بكم يا أصدقائي في قناة يوميات ماما زوزة. أرجو الاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. قناتنا ممتعة وجميلة وبتقدم كل حاجة ظريفة وجميلة زيكم. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. صباح الخير كلكم يا جماعة. يا مس صباحك عاملة ايه؟ يا مس نونة. أيوة يا حمبوزو، عاوز ايه؟ كنت عاوز أقولك على حاجة على الواد حمودة. حمودة ماله حمودة؟ فيه ايه؟ عاوزك تمسكيه تمديه وتضربيه جامد. ليه هو عمل لك ايه يا حمبوزو؟ ما عمليش حاجة، بس أنا عايزك تضربيه علشان هو واد خايب ومش عارف حاجة. بالعكس، مين قال كده؟ ده حمودة شاطر جدا. في حاجة يا حمبوزو بتقول للمس ايه؟ ولا حاجة يا صاحبي حبيبي، ده أنا بوصيها عليك علشان تاخد بالها منك. مش كده يا مس؟ مش أنا بوصيكي عليه وبقولك إن هو شاطر؟ بتكذب ليه يا حمبوزو؟ ما تقولي الحقيقة. يعني أنا أقول له دلوقتي أنت بتقول عليه إيه؟ بس أنا برضو مش هقول. المفروض إن ده صاحبك، ما تقولش عليه حاجة وحشة مش موجودة فيه. خلاص يا مس، أنا آسف، أنا مش هقول على أي حد من أصحابي حاجة وحشة تاني. يا ولاد حبوا بعض وخليكم متعاونين وخليكم كويسين مع بعض، ومحدش يقول على حد حاجة وحشة. ولو شفت صاحبك أو زميلك عمل أي حاجة وحشة ما تقولش عليه، انت تنصحه كده بالحسنى علشان ما يعملش الحاجة دي تاني. حاضر يا مس. يلا كل واحد فيكم يروح على الفصل بتاعه. انا اسف يا مس، سامحيني، مش هقول كده تاني ومش هعمل كده تاني مع اي حد من اصحابي. انا اسف، انا بس كنت عايزه اعمل مقلب فيه. خلاص يا حمبوز، حصل خير. المهم ان انت ما تتكلمش على اي حد من اصحابك ولا تشمت في اي واحد من اصحابك. يلا على الفصل بتاعك. ربنا يهديكم على بعض يا رب.